إيزيس في أحد النصوص بتاعتها بتقول إيه؟ أيها المتعب المستلقي هناك، لقد أتيت إليك لأرفع رأسك، هرفع شأنك في الحياة وأجمع عظامك وأطرافك، تعمل لك هيلينج بقى في حياتك، هترفع عنك العناء وهترفع عنك الشقاء وهترفع عنك المرض وهتخليك تعيش حياة أكثر إشراقة وأقل عناء. فده دورها في حياة الإيه؟ الإنسان. تقول إيزيس في أحد النصوص الأخرى: السلام عليك أيها الخالد، أنا إيزيس أتحدث، سيكون لك مكانا عليا في ظل الإله وستسمع اسمك في حضرته. ده دورها كمان بعد الحياة. فإذا هي ليها دور في حياة الإنسان زي ما كان لها دور في الأسطورة في حياة حورس، وحورس ده بيمثل كل إنسان، بيمثل الهيومانيتي الإنسانية، ولها دور ما بعد الحياة لأنها هي السبب في الإترنتي بتاعت أوزير. فهي الضامن لكل إنسان إن هو يوصل للإترنتي، هي اللي بتحمي الأزورية. الطريق إلى الأزورية يبدأ باتباع تعاليم إيزيس. إيزيس بتقول إيه؟ أيها المتعب، قدرة الإله، أيها المتعب، أنا إيزيس، لقد ناديتني فأتيت إليك. أنا إيزيس، أنا مصدر الكون وربة العناصر وأميرة الأرواح وملكة الذين في الغرب الجميل. أنا ربة السماء وجوهر كل شيء، أنا النور الساطع في السماء والنسمة الشافية، أنا من امتد سلطانها على الجحيم ويمدحني ويقيم لي الصلاة كل من على الأرض بأسمائي وصفاتي، بأسمائي وصفاتي في كل حتة مختلفة. فهنا وصف لأن هي قدرة الإله الحاكمة في السماء وفي الأرض، وكل تحت حكمها كل شيء بيسير بقدرة الإله، مشيئة الإله النافذة الواجبة. لقد أتيت إليك منصتة إلى مناداتك، أوقف دموعك ولا تحزن، سأزيل عنك الحزن، فقد أتى يوم خلاصك وسعدك، فاتبع أوامري وتذكر من أعماق قلبك أن ما تبقى من حياتك ستقضيه في طاعتي حتى تحيا سعيدا كريما، وإذا وصل بك العمر نهايته وعبرت إلى الغرب الجميل سأكمل هناك رعايتك وأهب لك مقاما عليا.